عسلامة. شكون فيكم يعرف رئيس عمل مجزرة كبيرة في شعبه واقتل أكثر من 30 ألف إنسان؟ اليوم باش نحكيو على مجزرة حماة. سنة 1979 عرفت سوريا احتجاجات كبيرة ومظاهرات حاشدة شملت أغلب المدن السورية، لكن نظام حافظ الأسد قضى على كل الاحتجاجات والمظاهرات، شيء اللي خلى الأصوات المعارضة تتركز في مدينة حماة. وسنة 1980 اتهم حافظ الأسد جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة اغتيال فاشلة، وأصدر في حقهم قانون يعاقب بالإعدام لكل شخص ينتمي له. ومع تطور الأحداث دخل جماعة الإخوان المسلمين في عصيان مسلح ضد قوات النظام، فقرر حافظ الأسد تطهير المدينة من الإخوان والقضاء عليهم جميعا. الحملة العسكرية على حماة كانت بقيادة رفعت الأسد خو حافظ الأسد، وبدأت بحصار المدينة وقصفها بالمدافع والصواريخ، وبعدها اجتاحت قوات النظام مدينة حماة وعملت مجزرة كبيرة. وفي أقل من أسبوع رفعت الأسد وبأوامر من خو حافظ الأسد اقتل أكثر من 30 ألف مواطن سوري بسلاح الدولة اللي المفروض ترعاهم وبتزكية من رئيسهم اللي المفروض يحماهم. في مجزرة حماة تم القضاء على عائلات كاملة ومقعد منهم حتى شخص حي، ونتيجة المجزرة كانت أكثر من 30 ألف قتيل وأكثر من 15 ألف مفقود وأكثر من 100 ألف مشارد، من غير ما نحسبوا الجرحى والناس اللي قاعد تعاني في السجون أعمرها الكل. صحيح أنه حافظ الأسد احتفل بالنصر المزعوم وبعد وفاة المجزرة، لكن نجاح الثورة السورية وسقوط حكم عائلته اللي استمر أكثر من 50 سنة اتأكد أن الظلم مصيره الزوال، وأن الدكتاتورية ما تبنيش الدول وما تقدمش بالشعوب، وأن الحرية طال الزمان أو قصر سينالها كل من يطالب بها.